السلام عليكم. لو فرضنا ان انت كنت قاعد مع السي او بتاع الشركه في ساعه صفا كده، لقيته بيميل عليك وبيقول لك بقول لك ايه، الشركه بتتباع اليومين دول، لو عندك شغل بقى تاني ولا حاجه الحق ظبط امورك بس ما تسيحش عشان مش عايزين الشغل يقف. الكلام ده بيني وبينك وبس. هتعمل ايه؟ هتقول للناس اللي بتثق فيها بس، ولا هتقول للناس كلها، ولا مش هتجيب سيره لحد خالص؟ انا جنة عادل وهي دي السحله. في ليلة صيفية جميلة في قصر السلطان في بلاد ساسان، بتقعد شهرزاد تحكي لشهريار حكاية جديدة، يمكن لما يعرف القصص واللي حصل واللي كان يتعظ ويفك من موضوع قتل الستات ده. بتبدأ شهرزاد بجملتها المعهودة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد إن الحكاية ابتدت في يوم عادي خالص في قصر الملك محمد بن سبايك ملك بلاد خراسان. وبرغم ان محمد بن سبايك شخصيه خياليه، الا انه في الحكايه على الاقل كان اسم على مسمى، راجل اخلاقه زي الذهب فعلا. محمد بن سبايك كان ملك شجاع ونزيه، وفوق ده كله كريم شديد الكرم وعنده ولع شديد بالادب. قدام الحكايه الحلوه او بيت الشعر المرهف يدفع شيء وشويات. واخد لي بالك معايا شهريار؟ عمال انتع في قلبي بقالي 1000 ليله ما شفناش الابيض ولا اسود وفي سياف فوق دماغي. المهم، الملك ده كان ليه وزير صفراوي وغلاوي ومش سالك. يشوف الملك بيبعزق فلوسه يمين وشمال على الادباء والشعراء يقول ايه السفه ده. ودي لقطه هرجع لها كمان شويه. وهو الصراحه الملك كان بيصرف بسخاء فعلا، يعني قدام الحكايه الحلوه كان ممكن يدفع لحد 1000 دينار خراساني وفرس بسرج فضه. ده غير الخلعه السنيه. الخلعه السنيه دي اللي هي عبايه السلطان، بتبقى معموله للسلطان مخصوص من خيوط الحرير والذهب والفضه، ومتطعمه بالجواهر والاحجار الكريمه، والسلطان بيلبسها مرة واحدة بس وبعد كده يهادي بيها اللي يرضى عنه. في قصر سبايك قدام العرش واقف تاجر على قد حاله اسمه حسن. حسن ده كان سمع بكرم الملك، فقرر انه يجي يجرب حظه، يحكي له حكايه يمكن ينوله من الحب جانب. بس اللي حسن ما يعرفوش ان الملك كان لسه حالا طائش مع وزيره بسبب موضوع جائزه الدوله التشجيعيه لشباب الادباء دي. فالملك قال له بص يا سيدي، انا عايزك تحكي لي حكايه ما سمعتهاش قبل كده، وخد بالك انا سمعت كتير، لو عرفت تحكيها لي هخليك وزير بدل الجلنف اللي مش بيقدر ادب ولا تاريخ ده. اما لو طلعت سمعتها قبل كده هاخد منك كل اللي اديتهولك وتتفضل من بلدنا من غير مطرود. سمع حسن طلب الملك وقلب الكلمتين في دماغه، قال والله يا بلاش. بص يا مولانا، انا هحكي لك الحكايه اللي انت عايز تسمعها دي، بس انا طالب منك تديني مهله سنه، وخلال هذه المده تسيبني في حالي خالص. فالملك قال له ماشي، معاك سنه، وادي قصر اهو تقعد فيه، وادي منحه تفرغ اهي، وورينا. طلع حسن من عند الملك وجمع 5 من اشطر مماليكه، قال لهم شباب بقول لكم ايه، الطلعه دي فيها ترويقه كبيره علينا كلنا، انا عايزكم تنتشروا في بلاد الله، تقبوا وتغطسوا وما ترجعوش غير بحكايه سيف الملوك وبديعه الجمال. انت هتروح على الصين، وانت تروح بلاد الهند والسند، وانت تروح على بلاد المغرب، والزغلول الصغير ده يروح مصر والشام. واختار لهم يوم تكون النجوم فيه طيبه علشان يسافروا، وادي الخيل اهي، وادي فلوس السفر اهي، ومعاكوا لحد 1000 دينار تدفعوهم للي يحكي لكم الحكايه. وقعد حسن يستنى في قصره شهر، في التاني، في التالت، في الرابع، لحد ما لقى 4 من مماليكه داخلين عليه ايد ورا وايد قدام. فين يا عيال الحكايه؟ محدش يعرف عنها حاجه. فضل حسن يستنى المملوك الخامس، يمكن يكون هو ده اللي فيه الامل. وفضل مستني مستني لحد ما بقى فاضل على الميعاد 10 ايام بس. وفي يوم بينما حسن التاجر قاعد متوتر ومش على بعضه، إذ واحد من العبيد بيدخل عليه ويبشره: يا مولاي، المملوك الخامس رجع وبيقول لك تم المراد من رب العباد. يا ما انت كريم يا رب. بيحضر حسن الولايم وبيستقبل المملوك احسن استقبال، وبيقعد المملوك يحكي له ايه اللي حصل. بقى انا يا سيدي فضلت ماشي ايام وليالي في بلاد الله، اسال واتطقص واحضر في ندوات وعروض حكي، لحد ما اخيرا وصلت دمشق. ولما دخلتها لقيتها زينة المداين، البساتين والكروم والناس الطيبين. فضلت تاني أسأل وادور ومفيش حد عارف حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال، لحد ما كنت خلاص قربت أيأس وخدت حاجتي علشان أمشي. وأنا في الطريق لقيت شاب بيجري وزي اللي هيتكفي على وشه. على فين يا عم؟ قال لي ده في واحد شيخ حكواتي بيحكي حكاية زي دلوقتي من كل يوم، وكل مرة الناس تتلم عليه وملحقليش مكان. للدرجة دي؟ طب خدني معاك يا ابني اما نشوف. خدني معاه، لقيت ساحة كبيرة قاعد فيها شيخ عجوز على كرسي عالي وبيحكي للناس، هو يحكي والناس يميلوا معاه من الطرب. فضل الراجل يحكي لحد ما النهار خلص والناس اتفضت من حواليه. وبعد ما العرض خلص والشيخ دردش مع الجمهور شوية وخدوا شوية سيلفيهات والناس اتفضت من حواليه، رحت له وميلت عليه وقلت له بقول لك يا شيخنا، ما تعرفش حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال؟
الراجل اتخض وبرق لي كده وقال لي انت تعرف الحكايه دي منين؟ قلت له يا شيخنا انا جاي لك من بلاد بعيده وبقالي ايام وليالي مسافر عشان اعرف الحكايه دي، لو تعرفها احكيها لي وانا هديك اللي انت عايزه ان شاء الله حياتي. الشيخ قال لي حياتك ايه يا ابني واحنا ناقصين بلاوي؟ بص انت تيجي بكره زي دلوقتي في نفس المكان ده وتستناني وتجيب معاك 100 دينار وشويه ورق واقلام علشان احكي لك الحكايه دي، بس ليا عليك 5 شروط تقبلهم من غير نقاش، موافق؟ قلت له موافق. رحت له يا سيدي تاني يوم ومعايا الحاجات اللي هو طلبها، خدني على بيته وقعد طول النهار يحكي لي في الحكايه دي، وبعد ما خلص وقبض فلوسه قال لي دلوقتي وقت الشروط. الحكايه دي ما تتحكيش على الطريق، وما تتحكيش قدام عبيد او سفهاء، وما تتحكيش قدام عيال صغيره، وما تتحكيش قدام ستات، ما تتحكيش غير قدام الملوك والوزراء واهل العلم. مفهوم؟ قلت له مفهوم. وهكذا يا سيدي وبكل الحب أقدم لكم حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال. حسن سمع الكلمتين دول من هنا، قام خد المملوك حضن رأفت الهجان واداله 10 خيول و10 جمال و10 بغال وعبدين و3 مماليك وقلع هدومه واداهاله، وبعدها خد منه الحكاية وقعد ال10 أيام اللي فاضلين يكتبها تاني بخط كويس يليق بالملك، وعلى آخر يوم راح القصر. سلام عليكم يا مولاي، أنا جبت لك الحكاية اللي لا سمعت زيها ولا هتسمع. زقطت الملك وبعت في البلاد ينادي على كل حكيم وأديب وعالم، وقعد عمل صالون ثقافي فيه النخبة الثقافية بتاعة مجتمع خراسان عشان كلهم يسمعوا حكاية حسن. فضل حسن يحكي ويحكي، وأول ما خلص بقت الدنانير الفضة والذهب تترش عليه زي الرز، والملك وفى بوعده وخلاه وزير المملكة، وأمر له بإقطاعية مدينة من بابها بقلاعها وأراضيها والناس اللي عليها تبقى بتاعته، وأمر إن الحكاية تتكتب بمية الذهب وتتشال في خزانة الدولة. وبقى كل ما صدره يضيق ولا يحس إنه مقريف يبعت يستدعي حسن ويجيب الحكاية ويخليه يقعد يحكيها له. وعاش الجميع في سعادة وهناء إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعة. وبتسكت شهرزاد. شهرزاد انتي بتستهبلي صح؟ فين حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال؟ يا مولاي بقى ما الوقت اتأخر وأنا بصراحة ابتديت أسقط. بكرة لو كان لينا عمر، واخد بالك معايا، لو لينا يعني عمر أبقى أحكيها لك. يا جزمة ماشي، هنخليكي لبكرة ونكمل السحلة الجاية وعلينا خير. خلينا دلوقتي نرجع للكلام اللي ابتدينا بيه السحلة. في الحكاية بتاعت شهرزاد الحكواتي الدمشقي اشترط على المملوك شروط محددة جدا الحكاية دي تتقال قدام مين، وبعيدا يعني عن ان الشروط بتاعته كلها تحيز وعنصرية، وبعيدا عن ان الدنيا لفت واللي هتحكي حكايته هو شخصيا وحكاية بديعة الجمال وسيف الملوك واحدة ست وهتحكيها قدام دنيا زاد اختها الصغيرة، الا ان فكرة المعرفة اللي مش المفروض تكون متاحة للناس كلها دي، المعرفة اللي خاصة بنخبة معينة، لسه موجودة وقديمة قوي. الكونسبت بتاع في حاجات كده لو عرفتوها هتبقوا عمد، في معرفة لو وصلت للجماهير ممكن تسبب فوضى أو يساء استخدامها. أفلاطون في كتاب الجمهورية اللي بيقولوا على لسان أستاذه سقراط بيقدم مبدأ الكذبة النبيلة أو نوبل لاي. المبدأ ده بيقول إن من المباح للحاكم إنه يكذب على شعبه أو يخبي عنهم جزء من الحقيقة علشان يحافظ على استقرار دولته. الحاكم يبقى عارف كل حاجة لكن مش كل حاجة تتقال قدام الشعب. حد يقول لي ايوه جنش كبرتي الموضوع، يعني دي حكايه، ايه نوعيه المعرفه الخطيره اللي ممكن تبقى في حكايه؟ اقول لك ارجع للقطه بتاعه محمد سبايك اللي كان بيدفع بال1000 دينار قدام الحكايه الحلوه. بالمناسبه السلوك ده مش سلوك اسطوري، الملوك كانوا بيعملوا كده فعلا، خصوصا في الاوقات اللي الدول بتاعتهم بتبقى في حاله ازدهار. غير ان الحكايه هي اول صوره لانتقال المعرفه قبل العلوم وقبل اي حاجه، فاللي معاه الحكايه مش بس معاه المعرفه، ده معاه خيال اللي بيسمعه وتصوراته عن العالم. زي الحكايه اللي ابتدينا بيها استحنا النهارده، دي حكاية عن شركة هتتباع وموظفين هيتشردوا. اللي معاه الحكاية هو اللي هيعرف يستعد للمستقبل. انتوا رأيكم ايه؟ الحكايات والمعرفة المفروض تبقى متاحة للكل ولا مش كل حاجة تتقال قدام كل الناس؟ قولولي في الكومنتس، ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شير وسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.